الموتيفيشن ليتر ورقة مهمة جدا بتطلب في سواء التقديم على الجامعات، التقديم على الشغل كمان، سواء في مصر أو بره مصر أو في أي بلد عموما. يعني في الفيديو بتاعنا النهاردة احنا بنتكلم على الموتيفيشن ليتر بالأخص في التقديم على الدراسة وكده. معاكم جورج أندراوس. أنا طالب ماجستير هنا في ألمانيا، بدرس فود كواليتي أند سيفتي. تقريبا هو أكتر سؤال اتسأل في الفترة ديت على القناة هو الموتيفيشن ليتر وإزاي بيتكتب. موضوع بسيط جدا، هي بس شوية خطوات وزي بروتوكول كده بتتبعه وتمشي عليه وبس، وتقدر تكتب موتيفيشن ليتر بمنتهى السهولة. أنا معايا في الفيديو دوت هنستعمل المثال بتاعي، الموتيفيشن ليتر بتاعي أصلا اللي قدمت بيه ساعة لما جيت كنت بسجل في البروجرام اللي أنا فيه دلوقتي. أهم حاجة وأنت بتكتب الموتيفيشن ليتر لازم دايما يكون بيحوم حوالين ليه المجال دوت أنت اخترته، أيا كان المجال الدراسي بتاعك اللي أنت عايزه، ليه الجامعة اللي انت هتقدم عليها دي بالذات، ليه ألمانيا او ايا كانت ايه البلد اللي انت هتقدم فيها، وليه نختارك. يعني ليه احنا ادميشن كوميتي مثلا هنختارك انت كأنك تبقى طالب معانا في البروجرام وكده. ماشي. فدي دايما الأسئلة اللي انت لازم بطريقة غير مباشرة تكون بتجاوبها وانت قاعد بتتكلم في الموتيفيشن ليتر بتاعك. كده احنا فهمنا النقطة الأساسية اللي احنا بنتكلم عليها لما بنيجي نكتب الموتيفيشن ليتر. ليه المجال دوت، ليه الجامعة ديت، ليه البلد دي، وليه نختارك انت. بنبتدي ازاي؟ اول حاجه دير الادميشن كوميتي اللي هنقدم عليها الورق دوت عشان يفحصوه. تمام. I'm writing to express my interest in the master's program الفلاني. تمام، اللي تابع للجامعه الفلانيه اللي هي بايروت. من بعد كده بقى نبدا نتكلم على ايه اللي خلاك تختار المجال دوت. ده اللي احنا بنحاول نجاوبه في الجزئيه دي. هنا بجاوب على السؤال دوت من الناحيه الشخصيه بتاعتي. يعني مش بنتكلم في دراسه ولا حاجه اكاديميه، احنا بنتكلم ان انا واحد عندي الشغف للدراسه. هي لازم تفكر وانت بتكتب بالطريقه دي. هنا بقول ايه: from a young age I've been deeply concerned about food quality and health, followed by desire to understand how can I identify the most suitable foods for our bodies and lifestyle. كده بقى يعني ايه اللي هو بتلعب على المشاعر. تمام. بس هي نفس الفكره، تقدر تطبقها على اي بروجرام. يعني انت هنا رميت جمله بتتكلم فيها ان انت واحد من وانت صغير، سواء مثلا لو هنتكلم في مثال البروجرام بتاعي، يعني انه انا من صغري دايما كنت مهتم بفكرة الاكل وجودة الاكل. يعني ازاي نفهم يعني ايه اكل وتغذية، وازاي ده ممكن ينعكس على صحة الانسان المستهلك. جزئية تانية برضو زودتها ان my commitment to maintaining an active lifestyle and making healthy choice has further increased my interest in getting deeper into the field of food quality and safety. يعني انا ربطت انه بسبب كمان ان انا عشان واحد بهتم بنيوتريشن مثلا والرياضة والكلام دوت، ربطت الجزئية دي كمان في انه ده برضو دافع كمان يخليني اختار المجال دوت اني اكمل فيه من بعد تخرجي من البكالوريوس مثلا. دي الفكره اللي انا عايز اوصلها، ان انت هنا في الجزئيه الاولانيه خالص من الموتيفيشن ليتر انت هنا بتتكلم يعني حاجه نابعه من جواك، حاجه بقى شخصيه. يعني انت هنا مش بتكلمه انه انا عندي كواليفيكيشن مثلا، اتخرجت من جامعه كذا في مجال كذا فحبيت اني اربط المجال بقى ده بده. انا من وجهه نظري الشخصيه شايف انه دي احسن حاجه ممكن تبتدي بيها اي موتيفيشن ليتر، تتكلم بكلام شخصي. بعد كده بدأنا بالباراجراف التاني مثلا، عبارة عن برضو زي تكملة للكلام انه I truly believe انه high quality food products are essential to develop a strong sustainable economy and healthy productive individuals. ففي الباراجراف دوت انا اللي هو زي بثبت لهم ان انا مؤمن بفكرة انه فعلا المحافظة على جودة الاكل والسيفتي بتاع الاكل ده حاجة تنعكس كمان على المجتمع من حوالينا والايكونومي بتاعت العالم من حوالينا كمان. فدي برضو نقطة كويسة ممكن توضحها. بعد كده خلصنا الجزئية دي، ده جزئية ايه للمجال دوت. يبقى انت كده وضحت وجهة نظرك ليه انت اخترت المجال ده. تقدر تكتبها بطريقتك طبعا، يعني ايه ما تنقلوش الاسطمبة بنفس الطريقة اللي انا كاتبها. لازم ايه تفصل الكلام على البروجرام بتاعك وعلى الدوافع الخاصة بتاعتك انت. واهم حاجة انه لازم الكلام يبقى نابع منك بجد، لازم يبقى انت مقتنع بالكلام اللي انت بتكتبه. لما تبقى مقتنع بيه بتلاقي انه الكلام بقى فعلا متناسق وانت بتكتب الكلام بتاعك في الموتيفيشن ليتر بتاعك وهكذا. استنى بعد كده على الجزئية التانية هنا، الباراجراف التالت دوت. الباراجراف دوت بقى انا بجاوب على ليه الجامعة دي وليه ألمانيا. تمام. رديت بقى هنا على السؤال ده بقول ايه: The University of Bayreuth دي الجامعة اللي أنا فيها، جامعة بايرويت. Its respected reputation in life science. تمام. Along with the fact that Germany is one of the leading countries in the field of food quality and safety regulations with consistent research and studies being conducted in the field of food science. هنا انت لما تيجي تتكلم على ليه اخترت الجامعة دي وليه اخترت البلد دي مش بنجود، يعني مش هنقعد نكتب الشعر عن البلد والجامعة وكده وان هي اعظم بلد
او جامعه في العالم، لما تيجي تتكلم او تمدح في البلد او الجامعه اللي انت رايح عليها، دايما بنتكلم بطريقه واقعيه وبنقول وقائع، يعني مش بنتكلم كده وخلاص. يعني هنا انا اتكلمت عن ليه جامعه بيروت اخترتها مجال العلوم. الجامعه انا مقتنع، انا شايف انه لا، الجامعه قويه في مجال العلوم بتاعها، وعندها برامج كتير متنوعة. عندها كلية منفصلة لوحدها في بلدة صغيرة اللي هي كومبا اللي أنا فيها ديت، بلدة صناعية أساسا، والكلية مزروعة في قلب المصانع. فالمجال بالذات في الفود كواليتي اند سيفتي قوي بالنسبة لي، أنا شايف كده. ليه ألمانيا بالتحديد؟ علشان أنا شايف برضو إن ألمانيا هي من الدول الأساسية في مجال جودة الأكل والسيفتي والريجوليشن على الحاجات دي. بالتالي في ريسيرشز كتيرة بتاخد مكان في ألمانيا عن طريق إن هم بيدرسوا إزاي جودة الأكل يقدروا يخلوها أقوى كمان. فهنا بنتكلم إيه يعني بطريقة علمية وواقعية. بعد كده حبيت هنا أضيف جزئية تانية، إنه I particularly attracted to essential courses such as food metabolome toxicology nutritional physiology and immunology. ليه أنا ذكرت الكورسات ديت؟ ذكرت الكورسات دي كأني بوريهم إنه أنا اطلعت على الكورس كونتنت بتاع البروجرام، وانا عندي درايه ايه البرامج اللي موجوده فيه. وده فعلا اللي حصل. انا دخلت على الكورس كونتنت على الموقع الخاص بتاع البروجرام، فتحت المحتوى بتاعهم اللي هو الكورسات. في حاجات شدت انتباهي من الكورسات بتاعتهم، عجبتني. وطبعا لما ذكرت كورسات معينه انا كنت اوريدي قاريها وذكرتها في الموتيفيشن ليتر. ايا كانت ايه الكورسات عندك في البروجرام، لازم يبقى عندك خلفيه بسيطه عنها علشان تقدر تضيف حاجه كطريقه تبين بانها ان انت فعلا مهتم، خدت وقتك ان انت تبص على الكورسات اللي موجوده، مش بس قدمت على البروجرام وخلاص عشان عجبك اسم البروجرام مثلا. يعني هنا انهيت الباراجراف دوت بانه ايه these courses perfectly fit with my academic interest and will definitely enhance the knowledge gained during my undergraduate studies in biotechnology. اللي هو البكالوريوس بتاعنا اتخرجت علوم بايوتكنولوجي. الباراجراف دوت لوحده انا هنا جاوبت فيه ليه الجامعه، ليه ألمانيا. جزئية إضافية بتوريهم إن أنت فعلا مهتميت بالبروجرام وبصيت على محتوى البروجرام والكورسات اللي فيه، وشايف إن هي فعلا هتنطبق معاك ومع الدراسة اللي أنت أوريدي خلصتها. كل واحد يقدر يربط الأمور بطريقته أو يفصلها على السيناريو الخاص بيه هو. هنا بقى احنا داخلين في باراجراف تاني مهم جدا، بيجاوب على أنهي سؤال؟ بيجاوب على السؤال ليه نختارك انت بقى. As a candidate for the master's program in food quality and safety, I provide an academic as well as a research experiment followed by a strong commitment to the field. هنا انا بجاوب بقول انه انا كواحد متطوع انه يقدم على الماستر بروجرام دوت، يعني انا شايف ان انا عندي academic وريسيرش اكسبيرينس كافيه انها تخليني ابقى جزء من البروجرام دوت. بعد كده هدي لمحات ليه انا قلت الجمله دي. هنا بقى انا بدات اشرح ايه اللي انا بقصده بالكلام دوت. Throughout my bachelor studies in biotechnology, I have developed a strong knowledge around various disciplines in biology, chemistry, immunology, genetics, food safety وbiostatistics. الحاجات ديت عباره عن كورسات انا اوريدي خدتها في البكالوريوس، وانا بحاول اربط الكورسات ديت بالكورسات اللي اوريدي موجوده في الكورس. تمام؟ فانت هنا بتدور على الكورسات اللي انت اوريدي خدتها من البكالوريوس بتاعك، وبتحاول تربطها بالكورسات اللي موجوده في الماستر بتاعك كطريقه توريهم ان انت فعلا عندك النولج الكفايه ان انت تقدر تخش بروجرام زي دوت وتأدي فيه. وهنا ذكرت في الاخر academic background اللي هي الكورسات القديمه has prepared me for advanced studies in food quality and safety. انا شايف كده ان الكورسات القديمه اللي انا خدتها دي فعلا بتأهلني وبتديني النولج الكفايه الاكاديمي ان انا اقدر اقدم على بروجرام زي ده. نقط تانية دي طبعا هتبقى نقط اضافيه على حسب كل واحد، بس هو عامه لحد كده الموتيفيشن شبه خلص، يعني فاضل كونكلوجن وخلصنا على كده. افرض انت واحد خدت شهادات تدريب، عملت ريسيرش بيبر قبل كده سواء فتره وانت بتتخرج مع مشروع التخرج او بعد ما خلصت وتخرجت، اي شهادات خبره، اي حاجه خبره ممكن طالما الورق معاك واوريدي مقدم شهادات الخبره ديت ومعاك الدليل اللي بيثبت ان انت معاك الخبره دي، تقدر تضيف عنها لمحات بسيطه جوه الموتيفيشن ليتر بتاعك. والموضوع هيوضح دلوقتي اول لما نتكلم في بقيه الباراجراف. هنا في الصفحه الثانيه انا ذكرت ايه my research project includes a published project in environmental science that was successfully published on ACS Omega مش عارف journal has equipped me with valuable insights into academic research processes and methodologies. هنا انا بقول
ان انا شايف انه لا مش بس عندي academic experience، لا انا كمان عندي research experience. علشان انا بقول في فترة ما كنت بتخرج عملت research مع الدكتور بتاعي اللي كان ماسك مشروع التخرج بتاعي publication، وعملنا لها publish على جورنال اونلاين. تمام، الكلام دوت لازم يبقى مثبت. يبقى انا كان قبلها كنت عامل في الابلكيشن بتاعي وانا بقدم على الجامعه ديت، كنت فعلا حاطط الببليكيشن الاوفيشال بكل تفاصيلها، اتكلمت عنها هنا. ايه اللي عمل؟ فدي فرصه حلوه ليك، انت خريج بكالوريوس وفعلا عملت ببليكيشن قبل كده في مجال بتاعك بتاع مشروع التخرج، يبقى دي فرصه كويسه ليك تقدر تزودها في الموتيفيشن ليتر. لمحه بسيطه قوي بتقول ان انت شايف ان انت عندك مش بس خبره اكاديميه، لا ده خبره في الريسيرش كمان. وبعد كده ختمت بقول انه ايه this experience has deepened my knowledge of scientific inquiry and prepared me to handle difficult challenges in any scientific field which certainly showcase my interdisciplinary approach and skills. فبس ده باراجراف مهم من حيث الناس اللي فيكم مثلا عملت ريسيرش بعد التخرج. مش هنخش في اي تفاصيل او الكلام عن ايه، هو كده كده عندهم الورق يقدروا يبصوا عليه براحتهم. انت بس هنا في الموتيفيشن بتدي لمحة بسيطة ان انت عملت حاجة زي كده. اكيد في ناس مثلا عملت تريننج، اخدت تريننج في اي حاجة قبل كده ومعاها شهاده بتثبت انها عملت التريننج دوت، سواء بقى نزلت المعمل قبل كده او نزلت اشتغلت في فتره معينه، فتره الدراسه اشتغلت شغل صغير زي انترنشيب او حاجه زي كده وخدت بيها الشهاده، او ايا كان ايه التريننج اللي انت خدته وسط الدراسه معاك بيه الشهاده، تقدر تتكلم عنه في الموتيفيشن ليتر بتاعك في باراجراف زي اللي بعده ده. My enrollment in the embryology and cell culture lab training has further deepened my understanding of cellular techniques which I believe can directly be applied to improve the quality and safety of different food sources including بقى both animal و plant based products. تمام، هنا بالكام سطر دول معناهم ايه؟ هنا انا خدت تريننج، كان حاجة عملناها في جامعة القاهرة كلية زراعة، خدت بيه الشهادة، معايا الشهادة وعملت لها فعلا سبميت في الابليكيشن بتاعي. هتجيب سيرتها حاجة بسيطة. دايما لما تبقى بتتكلم على تريننج خدته قبل كده تحاول تربط ما بين التريننج دوت والبروجرام. ما هو مش اي تريننج، لازم التريننج يبقى ليه علاقة بالبروجرام، او ان انت شايف انه في حاجة معينة مشتركة. فانا شايف انه خطوة زي كده لما عملتها في التريننج اقدر استعملها، او النوليدج اللي انا اكتسبته من الفتره بتاعت التريننج دي تقدر تفيدني بعد كده في البروجرام لما اخش في البروجرام دوت وابدا اشتغل فيه. انا اسف لو الكلام معقد شويه، هو بس عشان ايه اختلاف البروجرامز وكده. انا عارف ان مثلا لو البروجرام بتاعك ملوش علاقه بالمجال العلمي خالص فالكلمات ممكن تبقى داخله في بعضها، بس ده ملوش علاقة خالص بالموضوع. انت بس تاخد الوجه العام، تاخد الاسطمبة برضو ايه، تقدر توقف الفيديو وتقرا الدنيا بالراحة كده وتحاول تربط الامور ببعضها، تحاول تربط هو البروجرام بتاعك انت ازاي يقدر يتكتب في حاجة زي كده، وتحاول في كام كلمة تربط هو ايه علاقة التريننج دوت هيفيدك في ايه وانت في الماستر بقى اللي انت داخل عليه دوت. واعتبر اللي خلاص كده يعني الموتيفيشن شبه خلص. تمام، هنا بقى احنا بننهي بايه؟ كونكلوجن. كل اللي انت كتبته فوق ده تكتب حاجة زي بس ايه بقى ملخص الملخص يعني، فاهم؟ انا كل اللي قلته ايه؟ I'm passionate about contributing and learning from the academic committee at the University of Beirut. I'm confident that the program would equip me with the skills and expertise necessary to make a meaningful impact in the field of food quality and safety. الكلام لازم يبقى ايه؟ نابع من القلب. الموتيفيشن لازم يبقى فيه شوية مشاعر، تمام؟ بس مش مشاعر قوي يعني، مش هنعيط، بس لازم يبقى فيه كام كلمة كده يعني، فاهمين؟ meaningful impact in the field of food quality and safety. ان انا اتمنى اني ابقى عامل مؤثر في المجال بتاع الفود كواليتي اند سيفتي. ده ملخص الكلام اللي بحاول اقوله يعني هنا. عشان كده دايما بقول وانت بتقدم على بروجرام لازم البروجرام يبقى انت فعلا حابه، لانه لما تبقى انت حابه هتلاقي فيه كلام انت بتطلعه في قلب الورقة انت مش عارف الكلام ده جاي منين. بعد كده في الاخر يعني دي مش اساسيه قوي، انا كده حبيت ان اضيفها في الموتيفيشن بتاعي. بشكرهم واقول thank you for considering my application. I look forward to the possibility of contributing to the University of Beirut's academic committee and discuss my application further if required. تكتب بعد كده sincerely اسمك، ده declaration كانت الجامعة هي اللي طالباه مننا وبس. ده كده الموتيفيشن. فكده ملخص الامور. احنا بنتكلم على ايه في الموتيفيشن ليتر؟ لازم تجاوب على الاسئله الاساسيه. المجال دوت للجامعه دي لالمانيا او اي كانت البلد اللي انت رايح عليها، وليه نختار. اهم حاجه لازم الموتيفيشن ليتر بتاعك يكون بيحوم حواليها. دايما تحاول تكتب كل حاجه من وجهه نظرك الشخصيه. اي مدح في الجامعه او في البلد اللي انت رايحها لازم يبقى مدح واقعي ويبقى ما فيهوش تجويد قوي، ويبقى دايما عن وقائع او حاجات حقيقيه فعلا بتحصل يعني.
او حاجه واقعيه او حاجه علميه. اي حاجه بتثبتها في الموتيفيشن ليتر بتاعك او بتعبر عنها لازم تربطها بالبروجرام بتاعك، كانك بتحاول تجاوب هو ايه علاقه النقطه اللي انت قلتها ميزه فيك مثلا دي بالبروجرام. لازم تربط الدنيا ببعضها في الاخر، في كام كلمه في اخر كل باراجراف بتربط بيه الدنيا. ونيجي لنقطة بقى تانية كنت عايز أوضحها برضو علشان في ناس كتيرة دايما بتفكر فيها. إحنا في 2025 يا جماعة. ال AI شات جي بي تي، هل أكتب الموتيفيشن ليتر بشات جي بي تي ولا لأ؟ إجابتي الشخصية هي استعمل شات جي بي تي عادي يا جماعة. بس ثواني، انت بتستعمله في ايه؟ هي دي الفكره. يعني مش هروح اخش على شات جي بي تي مثلا او ايا كان ايه الاي اي اللي هتستعمله وتقول له اكتب لي موتيفيشن ليتر عن البروجرام الفلاني وانا اسمي الفلاني وخلصنا على كده. اكيد لا طبعا، هتتكشف يعني. حتى عند الجامعه هنا كانوا مشددين على موضوع الاي اي واستعمال الاي اي، وانه الكلام لازم يبقى كلامك انت. عشان كده اصلا في نهايه الموتيفيشن ليتر في declaration انه الكلام كله مكتوب مني. يعني I declare that the content of this motivation letter is entirely my own work and all information provided is accurate to the best of my knowledge. ال AI انت بتستعمله في ايه؟ الكلام العام لازم تبقى انت اللي كاتبه بنفسك. ال AI يساعدك في ايه؟ يساعدك في انك مثلا طبعا ترتب الجرامر، يعني الجرامر بتاعك لازم يبقى مظبوط طبعا. ماشي، يعيد صياغة الكلام بس بليمت. يعني انا لما كنت بستعمله انا استعملته برضه في كام باراجراف من هنا، لكن يعني بليمت قوي. انا بخلي بالي كويس هو بيعمل ايه. انا من وجهة نظري الشخصية اكتب انت الموتيفيشن بتاعك بنفسك الاول، بعد كده لو انت عايز شات جي بي تي انا بقول انت بس تختار بالباراجراف. يعني تاخد باراجراف مش الموتيفيشن ليتر كله لانه هيكروت الدنيا خالص. احسن حاجه تعملها باراجراف تشرح له حالتك، تقول له ان انا طالب بكتب الموتيفيشن ليتر بتاعي، عايز مساعدتك في بعض الحاجات. تحاول انك تخليه ليميتد قوي بالتعديلات اللي بيعملها. يعني ما تخليش الاي اي يعيد صياغه كل حاجه من اول وجديد خالص، لا. دايما تحكمه بحاجات وتعدل من وراه تاني. يعني ما تاخدش الحاجه اللي هو يكتبها وكوبي بيست وترميها في الموتيفيشن ليتر، لا. وتراجع الموتيفيشن ليتر بتاعك كذا مره، وحاول تبعد عن استعمال الجمل المعقده قوي في الفوكابلري، لانه دي مشكله شات جي بي تي. خليهوش يستعمل كلمات جرامر معقده جدا تحس ان انت قاعد بتقرا روايه من روايات شكسبير، عشان دي بيعملها اوقات في موضوع الموتيفيشن ليتر وكده. كلمات سيمبل بسيطه واللي هي واضحه ان واحد طالب كاتبها، طالب لغته الانجليش كمان مش لغته الام. خلوا بالكم كويس من استعماله، وتبقوا عارفين بالظبط الليميت بتاعه فين في كتابة الموتيفيشن ليتر بتاعك. فدي كده كل حاجة يا جماعة. أتمنى أكون غطيت كل حاجة عن موضوع الموتيفيشن ليتر. أتمنى الفيديو يبقى مفيد. أتمنى الناس كلها تبقى استفادت منه. لو في أي حاجة اكتبوا لي طبعا في الكومنتات. الانستجرام بتاعي هنا لو حد عايز يتابعني عليه أو يسألني أي حاجة. ولو انت لسه جديد او اول مره تشوفني، فدي قناتي على اليوتيوب. هنا هننزل حاجات كتيره عن ازاي تجهز ورقك، الدراسه في المانيا الدنيا عامله ازاي في المانيا من حيث دراسه الماجستير وحياه طالب غلبان زي حالتي في المانيا. فما تنسونيش بالسبسكرايب، لايك لو الفيديو عجبك، فعل كمان النوتيفيكيشنز عشان اي فيديو جديد يوصل لك نوتيفيكيشن ليه على طول. ودي كل حاجه. مع اشوف حاجه جديده. سلام.